اهلا بكم متابعي موقع اوام مصر في كل مكان. النهارده خبر مهم جدا جدا لكل عشاق النادي الاهلي، ويعني خبر حزين. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي عامل ماتشات كويسه جدا، عامل نتائج كويسه جدا. اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري المصري حقق نتيجه كويسه ومرضيه للجماهير رغم خساره السوبر الافريقي. مارسيل كولر قدر يحقق انتصار كبير على النادي المصري. النادي المصري نادي كبير، نادي جماهيري، يعتبر ديربي بين الاهلي والمصري. مارسيل كولر قدر يسجل 4 أهداف في اولى مباراه النادي الاهلي في الدوري المصري. مارسيل كولر ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي، حقق الدوري السنه اللي فاتت، حقق دوري ابطال افريقيا. مباريات ونتائج مبهره جدا لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. معروفه اي مدرب اي لاعب بيقدم نتائج كويسه، بيقدم مستويات كويسه مع فريقه، بيبقى عليه النظر، بيبقى عليه العيون. الانديه كلها بتبقى عايزه تعرف وعايزه تحصل على خدمات المدرب او اللاعب. فنادي الشباب السعودي، الدوري السعودي دوري كبير مليان فلوس، ما بتفرقش معاه اي حاجه ماديه واي اموال ماديه. فالمدرب بتاع الشباب السعودي نتائجه مش كويسه في الدوري، نتائجه سيئه. فخلاص تمت إقالة مدرب الشباب السعودي، والشباب السعودي بيدور على مدرب قوي يقدر يلعب ويناطح الفرق القوية اللي موجودة في الدوري السعودي، زي النصر، زي الهلال، زي الاتحاد، زي الأهلي وغيرهم من الفرق. الدوري السعودي دلوقتي بقى في منطقة تانية وفي حتة تانية خالص بسبب وجود كواليتي لعيبه كبيره، بسبب وجود كواليتي مدربين كبار. فالشباب السعودي عايز مدرب يقدر يناطح كل الفرق اللي موجوده في الدوري السعودي. الشباب السعودي استقر على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي جاله عرض من الشباب السعودي، عرض كبير جدا ما يترفضش، عرض حوالي 8 مليون دولار، 8 مليون دولار لمارسيل كولر. مبلغ كبير جدا لمدرب النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما بيديله مثلا ربع المبلغ ده، فمبلغ كبير جدا لمارسيل كولر، وبيغروا المدرب بشكل قوي جدا علشان يحصلوا على خدماته. فجاله العرض لوكيل مارسيل كولر، ودلوقتي انا مش عايز اقول لكم ان مارسيل كولر هيوافق على رحيل، لا، معروف عن مارسيل كولر بيحب التحدي، مش في اولوياته الامور الماديه والفلوس. جاله عروض كتيره قبل تدريب النادي الاهلي ورفضها، وبعد ما جه النادي الاهلي كمان جاله عروض كتيره وتم رفضها، جاله من منتخبات، جاله من انديه كتيره وتم رفضها. مارسيل كولر بيحب التحدي، بيحب البطولات، بيحب الانجازات، فهو مش محتاج فلوس، مش باصص للامور الماديه. فمارسيل كولر انا من وجهه نظري ان هو هيتم رفض هذا العرض، والشباب السعودي مش هيقدر يحصل على خدمات المدير الفني ويشوف له مدير فني تاني. ده اللي انا اعرفه عن مارسيل كولر، وده اللي ظاهر خلال الايام الماضيه لما تم رفض كذا عرض من قبل المدير الفني السويسري. جاله عرض من المنتخبات محدش بيقدر يرفضها، المنتخبات بتبقى قويه جدا، تم رفضها. جاله من انديه كبيره جدا بعد امضته مع النادي الاهلي، ولكن الراجل بيحب التحدي، عايز يحقق انجازات كتيره مع النادي الاهلي. شايف النادي الاهلي كيان كبير، كيان يقدر يحصل من خلاله ويعمل بطولات كتيره وتتحط في تاريخ مارسيل كولر.